يا وجفة يا خويا يا خويا اخدك بديوان وجفت وقفيت وخاص وعوام يتفرج علي يا خاص وعام يتفرج هذه الأيام لما عاد ضعن السبايا ضعن زين العابدين والعقيل أم المصائب من الشر وقلوبهم مملوءة بالهموم والأحزان جاءوا راجعين من الشام وصلوا إلى مفترق طرق. قال الدليل للإمام السجاد سيدي يا ابن رسول الله وصلنا إلى مفترق طرق. قال إلى أين يذهب الطريقان؟ قال سيدي طريق إلى المدينة وطريق إلى كربلاء. زينب لما سمعت باسم كربلاء نادت عم علي مر الحادي أن يعرج بدايا على أرض كربلاء. لقد اشتقت إلى الأحبة اشتقت إلى أخي الحسين إلى أخي أبي الفضل. حقها زينب عافت أخوتها بلا غسل بلا كفن ما ودعتهم ما تزودت منهم لا حضرت تشييعهم لا حضرت دفنهم. قال الإمام السجاد للحادي عرج إلى أرض كربلاء. أخذ بعد الحسين يجد السير حتى وصلوا في يوم 20 من صفر كما ينقل السيد ابن طاووس رحمة الله عليه. يذكرون أرباب المقاتل أن العقيل زينب لما وصلت إلى قبر أخيها رمت بنفسها على قبره منادية ننادي مع العقيلة وأخايا وحسينا نسيتك واربعين ليلة فارقتك يا عمال عدل وانا اعتنيتك حدر الثوى يملك لقيتك. قعدت زينب ينقبر اخوها الحسين واخذت تشكو همومها واحزانها تقول له يا حسين يا حسين يا حسين زينب من عفتها اخويا من عفتها ترى الشباب دول ما مكتب اخويا واليوم جات يا دللتها تقول لك وصيتك نفذتها والعيال من امي حفظتها اخويا وعن طفلتك لا ناشدتها. يا طفلة هاي من اطفال الحسين عن طفلتك لا ناشدتها يا اختي وقلب ما شفتها. أنا بالشعر 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 يا ابن قد فدد اي والله بالشعر يا ابن
التفت قلبها بالبكاء عند قبر الحسين. قامت النساء الأطفال ينظرون إلى أم المصائب. لماذا قامت؟ إلى أين تريد الذهاب؟ التفتت ونادت عم علي أين قبرك فيه؟ وين قبر أخوي أبو فاضل؟ قالها العليل ذاك عم مسافة بعيدة عن الإمام الحسين. واحد زينب تولول تصرخ تدعاه، وخلف هذاك الرعيل من الأرامل واليتامى. صاحت يا الحرم قوم بشدة بشدة لعند اللي يتكفل بدهنه. يا ويل مثل ما جابنا نريد يقوم ويردنا الوطن، مثل ما جابنا وميلة والزم. تقول انا رايح العباس حاجي واشكي للحلال وبكي. يضحل يا ولباني انا القفت من لطحتني. وصلت زينب الى قبر كفيلها قبر العشيره، هاجت بها الاحزان، تذكرت همومها، ظلت تحكي لابو فاضل تعاتبه، ذكرته بايام الطفوله، بدت بعتابها من الزغر. زينب هواي تعبت على العباس، نستطيع ان نقول انها ربت العباس لان يوم ولادته كان مقارب عمر زينب بال20 سنه. تقول اخويا اتذكر بلسانك واستدك على صدري خويا، وحسيت بشراييني ضغط بغيرتك يجري. امك سمتك عباس وهي بالسبب تدري، وقبل لا تجرح معاياك بروح امك كنت تسري. بعد شي تعاتب زينب تقول لاخويا باول هلة هلالك اول شافتك عين عين، وقبل امك يا ابو فاضل وزدتك على يميني يا اخويا، واخذتك للحسن وحسين وعيونك تحاكيني وجنن تقول لي يا زينب بحضن حسين قاعدين. اي زين العابدين شاف عمته هواي بجت هواي تأذت، نادى عمه زينب قومي، قالت عمه الى قال الى المدينه. يا زينب لما سمعت بالمدينه التفتت الى قبر اخيها، تقول له اخويا يا ابو فاضل يا اخويا ارد للمدينه شلون شنو ردت البيت خويا شكل للدار لا قالت يا زينب وانا حالتي، وبعد خويا وشكل للقال يا زينب اشوف من غير خجيتي. خويا شكل للقال يا زينب اشوف من غير خجيتي، انا طاح بطاحتك اسمي وطاحت بتوصيتي يا المدينة انا بيا وجه طبت المدينة. خويا شكوي عولا يقول حسين وين شكولا اللي ناشدني من الناس اخوك حسين وين
عباس 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 أقول حسين والجثة بلا راس بلا راس بلا راس وعباس الشرب قطع يمينه يا عباس الشرب قطع يا غبينه أو خي من يحمي بنات محمد إن صرنا يستر يرحم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نتوجه إليك بوجهك الكريم ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل فرجهم وتجعلنا جميعا من خير أنصاره وخدمه وجنده المجاهدين المستشهدين بين يديه. اللهم اخواني الحاضرين من سألنا الدعاء جميع المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سوءا إلا صرفته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته بفرج منك عاجلا وليس آجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ وانصر وسدد علماءنا العاملين واحفظ وانصر زوار أبي عبد الله الحسين واحفظ وانصر خدمة أبي عبد الله الحسين وإلى أرواح أموات الحاضرين وأموات المؤسسين وأموات جميع المؤمنين والمؤمنات. غفر الله لمن يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.